مش كل من هرش جربان يا اخوانا، في 5000 مرض جلدي ممكن يخليك تهرش. بس يا دكتور ده اول تشخيص اتشخصت بيه وطلع غلط. التشخيص ما كانش غلط، انت مشكلتك كانت ان العلاج ما كانش قوي كفايه، وبناء عليه كتبنا له بروتوكول علاج عدواني وقوي شويه ومختلف عن العلاج التقليدي اللي موجود في الجايد لاينز، وقلت له يستمر عليه لمده اسبوعين متواصلين. ولو عايز تعرف اكتر عن علاج مرض الجرب بالتفصيل اتفرج على الفيديو ده. بس لازم اكد لك انك ما ينفعش تاخد علاج الا تحت اشراف طبيب، لان انت ممكن تكون فاكر ان اللي عندك جرب وهو حاجه تانية. في 5000 مرض جلدي ممكن يخليك تهرش، مش كل من هرش جربان يا اخوانا. وطبعا اديت له التعليمات الخاصه باستخدام العلاج وبنظافه الهدوم وغليها كل يوم، والتعليمات دي ذكرناها بالتفصيل في فيديو علاج الجرب زي ما قلنا، وفضلت متابع معاه يوم بيوم علشان اشوف تقدم الحالة.